بانوراما حرب اكتوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. التجربة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة دي هكون في بانوراما حرب اكتوبر. بصراحة كانت تجربة كانت جميلة، وبجد كان واحد كان مبسوط اللي هو زار مكان زي كده. مبهور باللي عمله الجيش المصري في حرب اكتوبر والمعلومات اللي انا استفدتها من اليوم ده. حتى لو احنا كنا بنسمع معلومات كتير عن حرب اكتوبر، بس بصراحة المعلومات اللي احنا خدناها في المكان ده كانت جميلة جدا. وانا يعني حابب ان يعني الناس، انا حابب الشباب قبل الناس الكبيره اللي هم يروحوا يزوروا المكان ده عشان يعرفوا تاريخ بلدنا والفخر اللي احنا عملناه في حرب اكتوبر. المكان بصراحه هو اولا مكانه هو موجود في صلاح سالم قدام عمارات العبور. التذكرة الدخول بيكون عاملة 30 جنيه. التذكرة دي مش بتكونش بس مجرد اللي هو زيارة المكان من بره، بالعكس انت بتخش جوه في جوه القاعة بتاعت منارة حرب اكتوبر. في هناك 3 قاعات المفروض ان انت بتحضرهم، بتعرف تاريخ والعظمة اللي احنا عملناها في حرب اكتوبر. بالاضافة ان عاملين جو في منتهى الروعة. انا بصراحة متوقعتش ان يعني العظمة اللي هم عاملينها في المكان هناك بالطريقة دي. فكانت تجربة، أنا مش عايز أحرق، يعني مش عايز أحرق المفاجأة اللي أنت هتشوفوها في المكان هناك. بس صدقوني التجربة هتعجبكم جدا. هتعرفوا قد إيه إحنا كان في حاجات كتير ممكن كنا إحنا ما كناش نعرفها عن حرب أكتوبر. وبجد قد إيه إن الجيش بتاعنا كان من أفضل الجيوش، زي ما هو ربنا سبحانه وتعالى كان مذكورة. يعني الجيش المصري أو مصر عامة بلد الخير والأمان، ويا رب دايما يدوم علينا النعمة دي. فبجد كانت تجربة أنا كنت حابب إن الناس كلها تستمتع بيها وتروح تزور المكان بتاع بانوراما حرب أكتوبر. هتستمتعوا وهتشوفوا حاجات كتير انت هتحبوها، وهتصوروا أجمل صور ممكن تشوفوها. فهتلاقيني يعني مش عارف أقول لكم إيه بالظبط. بس بجد كانت تجربة كانت جميلة. أنا هسيبكم دلوقتي تستمتعوا بالمكان وتشوفوا الحاجات اللي أنا صورتها، وأتمنى بإذن الله كده الفيديو يعجبكم. لو حد عايز يسأل على أي حاجة أو أي استفسار ممكن يكتب لي في الكومنتات. شكرا جدا لكم.
طب احنا كده داخلين على اول قاعه للثلاث قاعات الموجوده. التذكره بتاعتك بتكون شامل 3 عروض. دي بطولات مشاهدة زي ما انتم شايفين. هنبدا دلوقتي قاعه الصمود والتحدي. احنا كده هنبدا بقى بقيه جولاتنا وهنخش بقى على العرض الثاني اللي هيكون موجود. احنا دلوقتي كده هنخش على قاعه اسمها قاعه بانوراما. دي تعتبر اخر قاعه من القاعات الموجوده هنا بالنسبه للبرنامج، وهنشوفها دلوقتي. قاعه رامش.